واجي ونهضر لكم على اخر الاخبار ديال دار العرسان. هاد الاخبار هادي بعدا واحد الفئه كبيره غتبغي تسمعها، وفئه اخرى ما عرفتش. المهم بعدا اغلب الناس باغيين يسمعوا هاد الاخبار هادي. هاد الاخبار ماشي على برنسيسا، على الام ديال الكوبل ديال المانيا. ايوا المهم خليكم معايا حتى الاخر باش تعرفوا شنو كاين. والسلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. كملوا الفيديو حتى الاخر. الناس اللي كتقول لي فين هو الموضوع، كملوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الموضوع. راه ضروري كنهضر على شي حوايج باش بهم كندخل في الموضوع. المهم اول حاجه بعدا نجاوب على التعاليق. شكرا لكم بعدا بزاف على التعاليق والتفاعل اللي كان في الفيديو اللي قبل من هذا. وكاين شي تعاليق غنجاوب عليهم، التعاليق اللي بقاو كيتعاودوا غادا نجاوب عليهم. بالنسبه للناس اللي كيسولوني كيقول لي باش عرفتي هاد الاخبار، هاد الاخبار زعما باش كتعرفيهم. انا ما غنقولش لكم عندي شي مصدر كيف كيديروا شي قنوات لا كذا، ما نقدرش نقول المصدر ديالي عندي شي تواصل مع شي حد من تمانيت من وسط الفيلا ولا كذا ولا كذا. لا، انا كنبقشش مزيان في الانترنت وكنجيب لكم النقعه كيف ما كيقولوا، كنجيب لكم الخلاصه، وماشي اي خبر في الانترنت كنقولها لكم. كون بغيت نقول لكم اي حاجه، الانترنت راه عامره بالاخبار ديال دار العرسان وبرنسيسا وداكشي. لا، كنقول لكم الاخبار اللي كتكون موثوقه، وهذوك الصفحات كيكونوا فيريفيي وكيكونوا عندهم المصداقيه. يعني انا متبعاهم من زمان، واي حاجه قالوها كتكون فعلا بصح. ما عرفتش انا المصادر ديالهم ما نقدرش ندخل فيهم، ولكن اخبارهم موثوقه. فاش نتوما تبقاو تقلبوا هنا وهنا وهنا وهنا، غتدخلوا عندي غنقول لكم الخلاصه باختصار. التعليق الثاني اللي بغيت نجاوب عليه هو الناس اللي كيقولوا لي باش عرفتي هذا الشيء هذا، يلا داز البرايم الثاني، زعما يلا تصور البرايم الثاني وبغا يصوروا الثالث. راه ماشي كيصوروا برايم ويدوزوه ويصوروا عاوتاني لا، راه كلشي داكشي مصور. يعني غيكونوا باقيين البرايمات الاخرين، وعاد كيبداو حنا يحطوا لنا في اليوتيوب ويدوزوا في التلفازه. البرايمات راهم مصورين، والناس اللي تقساو واخا يخرجوا راه ما عندهمش الحق يديروا لايفات ولا يخرجوا ولا يبانوا حتى يدوزوا البرايمات اللي تقساو فيهم. فهمتوا؟ مثلا بغى يخرج شي واحد قبل ما يدوز البرايم ويقول انا تقصيت كذا كذا ويحرق لهم المراحل، راه داكشي راه مسينين عليه في دي كونطرا. يعني ما غاديش يخالفوا القانون اللي يديروا هكا ولا هكا. وواحد المساله اخرى بغيت نوضحها قبل ما ندخل عفاكم في الموضوع، هو انني انا ما مع حتى شي طرف وما ضد حتى شي طرف. انا كنناقش داكشي اللي كيوقع في دار العرسان، وداكشي اللي كيبان ليا كنظن حتى نتوما كيبان ليكم. راه الناس اغلبهم كيكونوا متفقين على نفس الحاجه، الا ما بغيناش نقولوا كاملهم باش ما نعمموش، حيت داكشي اللي باين راه باين. بصح برنسيسه عزيزه علينا وبغيناها تربح، والكوبل كامل بغيناه يربح. ولكن عندي واحد الملاحظه بالنسبه للمشكل اللي وقع ليها مع كوبل المانيا. ما عرفتش تتصرف. ما نقولش هي ما مزياناش ولا خايبه ولا كذا، لا، هي قلبها زوين وعلى نيتها، ولكن ما عرفتش تتصرف. اولا هذيك المراه كبر منها، كيف ما كان الحال غتبقى كبر منها. ما تجاوبهاش بزاف، ما تبقاش كتهضر كتهضر كتهضر. فهمتي؟ المراه ولا زعما كتقول لها هي سكتي وهذا وهذا، وهي كتهضر بزاف. الانسان فاش كيكون كيهضر بزاف كيكون موقفه ضعيف وكتكون شخصيته ضعيفه. من الاحسن انا بالنسبه ليا تقول داكشي اللي بغات تقول مره واحده صافي، ما تبقاش تبرر. هي من داك النوع اللي كيبقى فيها الحال الا شي واحد فهمها غلط. انا حسيت بها حيت موت الكوبل فهماتها غلط، زعما قالت لها انتي ما كتغيري منهم حيت ماكلتهم زوينه. هي بحال بغات تشرح ليها وتبين ليها بلي هادشي ما كاينش، وهداك الشيء غيبينها هي في صوره ما زويناش. هكا كتبقى كتغوت وكتبكي يعني فهمتوا كيفاش كبرات الموضوع يعني كتار من حجمه. كاين الناس كيقولوا كدير الدراما، بحال نيت كيف قالت لها موت كوبل المانيا، قالت لها مولفه كديري افلام والحلاقي خليك فيهم. هكا ما زوينش يعني. وبزاف الناس داو عليها واحد النظره ديال انها كتزيد فيه حيت بكات بزاف وغوتات ما بغات تسمع حتى شي واحد. ربما عائلاتهم كيوصلوا لهم هادشي اللي واقع في السوشيال ميديا، وهاد الهضره اللي كنقولوا حنا على المشاركين فاش كيصونيو لعائلاتهم كيقولوها ليهم. داكشي علاش واقيلا كيقول لها ما تبقايش تسكتي على حقك، ديري هادي فعلي دافعي على راسك. خداتها هي بالمقلوب. كنتمنى تبقى هكا زوينه، خصوصا مع الناس الكبار. انا ما كنهضرش على اللي بحالها بحالهم تدافع على راسها، ولكن مرا كبيره صافي خليها. واخا تغلط فيك صافي كتقولي دبر راسها. بحال نيت كوبل تارودانت كانت هذه موت برنسيسه، عرفتي بقات كتهضر كتغوت عليه وكتخاصم عليه فاش وقع داك المشكل الاول، وما جاوبهاش، بقى هي كيضحك صافي دازت هكا.
ولكن فاش الصغير كيبدا يرد على الكبير كلمه بكلمه ما كتكونش زوينه. اي والله يدير تاويل ديال الخير وصافي. وبالنسبه للخبيره اللي بغيت نقول لكم، هو انه بلي الام ديال كوبل المانيا غيجيها انهيار عصبي وغيديوها للسبيطار وما غيخليوش ولادها يمشيو معاها، ما خصهمش يخرجوا من الفيلا. هادشي اللي سمعت، هادشي اللي قال لك. ما غاداش تكون في الحلقه الجايه، يمكن الحلقه ديال 2 ولا 3 ما غاداش تكون الام ديال المانيا. احنا غنشوفوا الحلقات ونشوفوا هادشي هذا. ما غاداش تبان، هما ما غاديش يقولوا من طبيعه الحال راه كانت مريضه ولا كذا ولا كذا، ولكن غنشوفوا الغياب ديالها، غنلاحظوا الغياب ديالها. وبغيت نهضر حتى على واحد المساله ديال التنقيط اللي داز البارح. التنقيط كياكد الهضره اللي قلت لكم في الفيديو الفايت، قلت لكم باللي كوبل تاونات والمانيا اتفقوا على كوبل طنجة باش يخرجوهم. فعلا شفتوا اليوم في التنقيط، غير التنقيط ديال دار العرسان، وبجوج بهم اتفقوا على طنجة. تاونات قالت لك حقا كيصبنوا داكشي مخربق. ما عمرني انا شفت الصابون فيه تا هو المخربق. حنا كنعزلوا الالوان، ما كنعرفوش، كنقولوا زعما هذه ديال هذا ولا هذه مع، يعني غير يكونوا الالوان مع بعضياتهم معزولين. قال لك ما عجبهمش السيرفيس اللي داروا كوبل طنجة. وكوبل المانيا حتى هما قال لك الدرك غير على واحد وما مقسمينش الخدمه بيناتهم. المهم هادو هما الاسباب اللي قالوا. كل لقاو شي حاجه ما يقولوا اكثر كون قالوها، لكن هما على حسب ما بان ليا داروا السيرفيس ديالهم مزيان. داكشي باش شافوا لهم هادشي هذا تافه باش يعطيوهم نقاط قليله، ولكن باذن الله غادي يربحوا، غادي يدوزوا هذا البرايم، هذا البرايم الثالث غادي يربحوا فيه. اما بالنسبه لواحد الكوبل ديال تارودانت في ولاو هي كيشوفوا ما كيديروا لا حركه ولا سكون. كيف ما قلت لكم راه كيوصلهم الخبار على داك الهجوم اللي جاهم في الاول ديال الحلقه، في الحلقات الاولى. يمكن هضروا مع عائلاتهم وقالوا لهم، وقيلا هما ما كيعطيوهمش التليفونات كيتكونيكطاو ويشوفوا السوشيال ميديا، غير عائلاتهم يوصلوا لهم الاخبار. داكشي علاش دابا ولاو غاديين يجن بالحيط. تبدلوا بزاف، خصوصا نورا تبدلات صراحه، ولات مرزنه وبعدت على المشاكل والهضره بالقياس. صراحه شخصيتها ولات زوينه. واش غير حيت مريضه ولا هذيك هي شخصيتها اصلا هكاك هادئه؟ غير في الاول فاش يلاه جات بغات دير بلاصتها بهذيك الطريقه هكا، تخرج عينيها ودير بلاصتها بالجبهه. ولا نيت وصلاتهم الخبار باللي الناس كيهضروا عليهم بالخايب، داكشي علاش تكالماو. حيت صراحه تبدلات شخصيتهم بزاف ولاو طالبين غير السلاكه. انا بان ليا في هاد البرامج بحال هادو كل مره كيطلع واحد العماريه. في الاول بدينا بتارودان، شويه تاونات، من بعد المانيا، كل واحد جايه نوبته، ولكن كنبقاو خوت كاملين وكلهم بحال بحال. راه حاجه طبيعيه ان الانسان يتقلق بحكم ستريس، وانه في مسابقه وبعدين على عائلاتهم. ضروري الانسان هكا يوقع شي سوء تفاهم ولا شي حاجه بسيطه، غير كنبغيوها كنشدو فيهم شي شويه وصافي. اما راه حتى الخوت يعني في ديورهم وكتلقى كيوقع بيناتهم الخلاف، فما بالك الناس جايين من ثقافات مختلفه، من مدن مختلفه، كل الفكره ديالو، كل واحد فين كبر، كل واحد وكيفاش عاش، فاكيد غادي يكون الخلاف بيناتهم ضروري. ايوا المهم انا هنا غادي نسالي الفيديو ديالي. الا وصلتوا حتى لهنا خلي لي لايك واشتراك باش يوصلكم اي جديد، وبسلام عليكم.